يا جدعان عقد ايه يا جدعان؟ يا جدعان عقد ايه بقى؟ اكتبوا النادي باسمه احسن. ده واحد بيسجل لك جون ار2 بتاريخ لعيبه. يعني الجون التاني لمحمد صلاح ده جون حرفيا بتاريخ لعيبه. لعيبه بتقعد مسيرتها كلها ما يعرفوش يجيبوا جون زي ده، وتلاقيه بيحتفل بكل هدوء اللي هو يا معلم ده العادي بتاعي يعني. ايه يعني جون ار2؟ عشان ما يبقاش مجرد جون حلو وخلاص، لا ده جون تاني حلو اكدت بيه على الفوز قصاد فرقه رخمه زي فرقه بورنموث، جبت لفرقتك 3 نقط مهمين جدا جدا من ملعب رخم قصاد فريق رخم زي بورنموث. ازيكم يا شباب؟ انا ابراهيم حمدين ودي قناه حمدي نوفيتش، واحنا النهارده جايين نتكلم عن محمد صلاح. في الاخر بقى اخر مثلا دقيقه دقيقتين دي هنتكلم فيها شويه عن ماتش ليفربول وبورنموث، انما لازم النهارده نتكلم على محمد صلاح وعلى الارقام اللي عملها محمد صلاح النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان نوصل للقناه 1000 مشترك، ويلا بينا نبدا. مبدئيا كده محمد صلاح بالجونين بتوع النهارده دول بقى خامس لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي كله يسجل اكتر من 20 جون ل5 مواسم متتاليه. عملها بعد مين؟ عملها بعد الان شيرر، اجويرو، هنري وهاري كين. غير كده صلاح بجونين النهارده دول خلاص عدى لامبرد في عدد الاجوان في تاريخ الدوري الانجليزي. لامبرد كان 177 جول، محمد صلاح قبل الماتش كان 176، بعد جونين النهارده بقى 178 عشان يبقى هو السادس اكتر لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي كله مسجل اهداف. محمد صلاح من اول الموسم سجل 21 جون، عامل 13 اسيست، 34 مساهمه تهديفيه في 23 ماتش، لسه 15 جوله والدوري يخلص. لما عدي لعيبه زي لامبرد الاسبوع ده، ومن كام اسبوع كان معدي هنري اللي البعض بيصنفه انه احسن لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي كله، لا احنا هنا بنتكلم عن لاعب اسطوره، لاعب حاسم، لاعب عنده 34 مساهمه تهديفيه في 23 جوله. يا جماعه الرقم مرعب والله. انت فاهم يعني ايه دوري انجليزي واقوى دوري في العالم يجي لاعب يبقى عنده 34 مساهمه تهديفيه في 23 جوله ولسه الدوري ما خلصش ولسه 15 جوله متبقيين؟ لاعب مساهم ب 42 جول من اول الموسم سواء في الدوري او في دوري الابطال، ولسه احنا دلوقتي في شهر 2 يعني لسه حوالي 3 شهور على نهايه الموسم. لاعب مساهم في 50% من اجوان ليفربول السنه دي في الدوري. يعني شيل كده محمد صلاح من ليفربول هتلاقي اكتر من نص جوان ليفربول ما جاتش اصلا. صلاح زي ما لسه قايلين بقى سادس هداف الدوري الانجليزي في التاريخ، بيفصلوا عن اجويرو 6 جوان بس. زي ما قلنا محمد صلاح لسه له 15 جوله، يعني فكره ان هو يبقى التوب 5 لهدافين الدوري الانجليزي في التاريخ هي وارده جدا، وكلها 6 7 جولات واللي هي بتحصل فعلا قدام عينينا. نلاقي لاعب مصري عربي افريقي دخل في قائمه احسن 5 هدافين في تاريخ الدوري الانجليزي كله. وتخلينا يا جماعه بنتكلم في ايه؟ بنتكلم عن لاعب مصري زيه زيك قدامه 6 جوان ويبقى خامس هداف الدوري الانجليزي في التاريخ كله. طيب في رقم تاني مميز لمحمد صلاح، وهو ان هو حاليا بقى رابع اكتر لاعب في تاريخ البريمير ليج مساهم مع فريق واحد بس، معاه 257 جول مع ليفربول، بيسبقه هاري كين ب 259 وده مساله وقت وهيجيبه خلاص، وجيجز 271 وروني 276. يعني بنتكلم في 14 مساهمه، 14 مساهمه في 15 جوله لمحمد صلاح، مش هتبقى صعبه خالص. يا جماعه احنا على اعتاب موسم ممكن يكون موسم من اعظم المواسم الفرديه للاعب في تاريخ الدوري الانجليزي. محمد صلاح بتتكلم دلوقتي 21 جون و13 اسيست، يعني ممكن في خلال 15 جوله نلاقيه دخل حته ال 30 جون وال 20 اسيست. بنتكلم في 50 مساهمه لو ده حصل، ده رقم ما بنشوفوش من اي حد باستثناء ميسي ورونالدو. شيلهم من الحسبه خالص، مفيش لاعب بيساهم في 50 جون في الدوري، مش بقول لك بقى في الموسم، في الدوري. محمد صلاح كده كده هيكسر ال 50 مساهمه في الموسم، ما بين بقى دوري ابطال كاس، كده كده هيكسرها باذن الله. انما احنا بنتكلم 50 مساهمه في الدوري بس ما بين تسجيل وصناعه. طيب في حاجه كمان برضو صلاح انفرد بيها، محمد صلاح وهنري قبل الموسم ده كانوا الاثنين لعيبه الوحيدين في تاريخ الدوري الانجليزي اللي قدروا ان هم يسجلوا 20 جون ويصنعوا 10 اسيستات في موسم واحد، والاثنين عملوها مرتين. محمد صلاح بجونين النهارده خلاص رسميا انفرد بالرقم ده. الرقم ده اللي هو ايه؟ محمد صلاح اول لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي كله يسجل 20 جون ويعمل 10 اسيستات في 3 مواسم. يجي بعده هنري عملها مرتين. احنا بنتكلم دلوقتي ان هو داخل في حته اعظم الهدافين في تاريخ الدوري الانجليزي، داخل في حته اللاعب الاكثر مساهمه في تاريخ الدوري الانجليزي مع فريق واحد، دخل في حته ان هو اكتر لاعب مش مجرد بيسجل وبس، لا هو بيصنع كمان، وعمل حاجه محدش عملها قبله وصعب حد يعملها بعده. يعني احنا هنا ما بنتكلمش عن فكره جناح بيجيب اجوان وخلاص، لا احنا بنتكلم على جناح بيجيب اجوان وبيعمل اسيستات وعنده استمراريه في ده. عملها قبل كده مرتين وادي المره الثالثه، ومش عارفين ممكن لو جدد 3 سنين يعملها مره رابعه ومره خامسه. مين جناح عدى على الدوري الانجليزي عنده الشموليه والاستمراريه والاداء ده؟ صلاح اول ما جه ليفربول كان بيتقال عليه لاعب الموسم الواحد. صلاح حاليا بعد 8 سنين في الدوري الانجليزي بيكسر ارقام اساطير الدوري كله، لسه كمان هيعمل تاريخ اكتر واكتر ان شاء الله يجدد بس. ومتهيألي بعد اللي بيحصل ده
ليفربول مش هتسيبه، ما ينفعش يسيبوه اصلا. الحاجه برضو اللي توريك عقليه صلاح نفسه التصريح اللي طلع بيه بعد الماتش. اتسال بعد الماتش ان انتوا كده حسمتوا الدوري تقريبا، قال لك لا، لازم نكون متواضعين ولازم نركز مع كل ماتش بماتشه. تصريح كله تواضع وكله عقل وكله هدوء من لاعب فعلا قائد من قادة الفريق. زي ما هو اسطوري جوه الملعب، لا بره الملعب كمان تصريحاته هاديه وراسيه جدا. فليله للتاريخ بصراحه ابو صلاح، الجونين عملت بيهم ارقام كتير جدا، بتقرب بيهم اكتر واكتر من ارقام كتير، وباذن الله بنهايه الموسم ده اللي انت بتعمله ده يتوج بالبالون دور، لان احنا بنتكلم على ارقام مرعبه. برده من ضمن الحاجات اللي قريتها ان محمد صلاح مساهم في الدوري ب 34 مساهمه. رافينيا عامل موسم عظيم طبعا مع برشلونه. رافينيا ولامين يامال مع بعض مساهمين ب 33 مساهمه تهديفيه. عارف ان في دوري الابطال رافينيا جايب اجوان كتير وهو تقريبا تاني الهدافين في دوري الابطال، فبرضه دي حاجه حبينا نقولها ان رافينيا بالموسم العظيم اللي عامله وكلنا شايفينه، لا هو في الدوري محمد صلاح في حته تانيه. فابو صلاح لو قعدنا نتكلم عليك من هنا للصبح مش هنوفيك حقك. تعالوا بقى نتكلم كده في حاجات بسيطه قوي عن الماتش. النتيجه مش عادله خالص، يعني لو انت ما اتفرجتش على الماتش وبصيت على النتيجه 2-0 هتقول ده ليفربول خلاص كانت ماسكه الماتش، قدروا ان هم يجيبوا جونين وخلاص الماتش مات بدري بدري. لا خالص، ليفربول الشوط الاول ده كان محظوظين جدا ان هم ما دخلش فيهم اجوان. ايراولا مدرب بورنموث اللي بيعمل واحده من اعظم مواسم بورنموث ومن اعظم مواسمه هو شخصيا، كان عامل جيم عظيم جدا على ليفربول. وزي ما قلنا الشوط الاول الجون اللي جه ليفربول ده كان عكس الماتش تماما. بورنموث جايبين كورتين في العارضه، سيمينيو شاط واحده في الشوط الاول وتافرنيه شاط واحده في الشوط الثاني، غير كلويفرت اللي مضيع كوره مضيع كوره تقريبا في الست يارده، كانت متطرفه شويه بس الجون كان فاضي، شاطها جنب الجون، يعني حتى ما شاطهاش في الجون فطلعت منه بره او خبطت في العارضه او اي حاجه، لا هو شاطها جنب الجون. فلا بصراحه ايراولا عمل جيم عالمي على ليفربول وعلى ايرن سلوت. على الناحيه الثانيه بقى ليفربول لعبوها صح جدا وكانوا بيلعبوا على التحولات حلو قوي وكانوا بيعرفوا يوصلوا للجون بسرعه، وده اللي خلاهم يكونوا ايجابيين اكتر على الجون، وبان ده سواء في ضربه الجزاء اللي جه منها الجون او جون محمد صلاح الثاني. وخليني اقول لكم كده شويه احصائيات عن الماتش تبين ان الماتش كان متكافئ جدا. احنا بنتكلم اول حاجه عن التسديدات، 14 تسديده لبورنموث و19 لليفربول. طيب على المرمى بقى، على المرمى 3 بورنموث 7 ليفربول. فطبعا باين من الاحصائيات ان الماتش لا كان رايح جاي، مش فكره ان ليفربول كان الماتش سهل عليها خالص. ومتهيألي ليفربول هو الفريق الوحيد اللي قدر يطلع ذهاب وعوده قصاد بورنموث من غير ما يستقبلوا ولا جول. يمكن من سلبيات الماتش هو ارنولد اللي طلع مصاب. ايرن سلوت طلع بعد الماتش قال لك هبقى متفاجئ لو ارنولد لعب يوم الخميس قصاد توتنهام، فيعني نتمنى ان الاصابه ما تكونش طويله، لان ليفربول داخلين على مدعكه بقى ما بين دوري كاس دوري ابطال، وهيبقوا محتاجين لكل لاعب في الفرقه. في النهايه 3 نقط مهمين جدا لليفربول في ماتش بيثبت فيه صلاح انه الرجل الاول لليفربول السنه دي، وهو اللي شايلهم على كتافه من اول الموسم ومخليهم لحد دلوقتي متصدرين الدوري ب 56 نقطه عن اقرب منافس ليهم ارسنال اللي عنده 47 نقطه. فموسم للتاريخ بصراحه من محمد صلاح، موسم للتاريخ من ليفربول مع ايرن سلوت اللي ما كانش اقصى المتفائلين في ليفربول يتوقع ان اول موسم ليه هيبقى بالشكل ده، سواء في الدوري اللي متصدره او في دوري الابطال اللي برضه صعد من اول 8 وهو متصدر. فنتمنى ليفربول ياخدوا الدوري في اخر الموسم لاجل محمد صلاح بس، ولاجل البالون دور اللي كلنا بنحلم بيها تقريبا ان لاعب مصري ياخدها، وده هيبقى الحلم الكبير اللي بيختم بيه محمد صلاح مسيرته تقريبا. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده عن محمد صلاح والارقام الخياليه اللي محمد صلاح مستمر فيها واللي عمال بيكسرها ماتش ورا الثاني. فلو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان نوصل ل 1000 مشترك. وبس كده، نتقابل ان شاء الله في الحلقات الجايه. سلام.